يجب عليها أن تعود إلى سيرتها الأولى حتى نحافظ على مقدراتنا وأمننا. هذه الثورة حاربت الفساد، ويجب عليها الآن أن تبني الأمجاد. نعم، علينا كمصريين أن نحترم أهل الاختصاص. هناك محاسبة للمفسدين، يجب ألا نتدخل في هذا الشأن. نعم، كل له اختصاصه، للقضاء كلمته، وعلينا أن نترك الفرصة للقضاء فإنه مستقل، ويجب ألا يتأثر بنا ليحكم بما أراه الله. ولذلك علمنا القرآن مبدأ احترام خصوصية الآخر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. علينا أن نساعد تلك الثورة بالبعد عن التخوين والشائعات، لأن المجتمع الذي تستشري فيه تلك الفتنة، فتنة الشائعات والترويج للباطل والتخوين، القرآن عنه أي أمة تتعرض لهذا الأمر الخطير مصيرها الدمار. ولذلك القرآن يحذر من هذه المغبة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. نعم، علمنا أن نتثبت، ألا نكون غوائيين بمجرد أن نستمع كلمة نرددها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. علينا أن نبتعد عن التشميت والتجريح، وأن يكون دأبنا العفو والتسامح. نتعلم من رسولنا هذا المبدأ الكريم، ليس مع الأصدقاء فحسب بل مع الأعداء. انظر إليه كيف تعامل مع قتلة حمزة ومع أهل مكة الذين ساموه سوء العذاب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فلننطلق أيها الشعب الكريم بعد التغيير إلى التعمير، لنطرق أبواب العمل وندخل ساحة العمل مخلصين العمل متقنين له، لأن العمل هو أمر من الله لنا جميعا. الإسلام قدس العمل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآن في هذا المنعطف الخطير الذي يجب علينا جميعا أن نعيشه ونعرفه، إننا الآن في اختبار وامتحان صعب. مصر تعاني انفلات أخلاقي وانفلات أمني وسوء اقتصاد. ظروف أملت علينا هذا. يجب أن ننهض جميعا ولنقف صفا واحدا في العمل على تحسين الاقتصاد حتى لا نمد أيدينا إلى أحد. أن نبحث في الصحراء، نغرس الغرس لنأكل كما أكل آباؤنا وحتى يأكل أبناؤنا بعد. الزراعة
الصناعة، التجارة تناديكم. علينا أن نعطي لله حقه وأن نعطي للوطن حقه، فحب الوطن من الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المؤمن القوي. بالأمس تحدث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن ضعف العرب وعن تخلفهم، وهذا أمر يندى له الجبين. ديننا يأمرنا بأن نكون أعزاء أقوياء، لا نمد أيدينا لأحد. المؤمن القوي كما قال الرسول خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. العمل مقدس، العمل عبادة، العمل عبادة. من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه أو فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة كان له به صدقة. اعملوا، تكاتفوا، كونوا عباد الله إخوانا حتى نتجاوز تلك المحنة. فمصر هي بلد الأمن والأمان كما وصفها رب الأرض والسماء. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا اكتب لمصر الأمن والأمان